عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. انا النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكاندي جار بس بطريقة مختلفة جدا. والكاندي جار دي يعني مش تصويرها متأخر ولا حاجة بالنسبة لي، لان انا كان عندي واحدة وبعدين فانا قلت هعمل واحدة للاطفال. تمام. ودلوقتي هبتدي معاكم ان انا هعمل اوريكم الخامات اللي انا هبتدي اشتغل بيها. ده برطمان. ده برطمان بريزيدون كده، انا حبيت شكله وشكله حلو كده وضخم حلو، يعني في الاستخدام هيكون حلو جدا. دي حاجة. وهو كده حلو. انا شلت كل الورق اللي كان عليه، شلته خالص. بمية سخنة كده وبالليفة كده شلته. تمام. وده عند كل الناس طبعا القالب اللي هو البلاستيك ده اهو. ده قالب بلاستيك برضو حلو. ودي سلطانية ازاز. تمام. وده شريط. طبعا انا مش كل ده طبعا يعني هشتغل الكاندي جار ده، انا هاخد حتة صغيرة جدا قد كده، بس ده بقيته هنعمل بيه حاجات تانية كتير. وده كان اسد. ده كان نمر من من العاب بناتي. انا جبته ودهنته كده، وهينزل لكم في الفيديو انا دهنته كده ازاي. تمام. رشيته برش وهو كان لونه اورنج، وانا غيرته عشان خاطر يبقى شكله حلو قوي كده. هو بصراحة بعد ما اتدهن شكله عاجبني جدا. والكاندي جار مش محتاجة ان هي ولا تتلون ولا اي حاجة، علشان ما يغيرش من طعم الاكل اللي هيتحط فيها للاطفال، وما تبقاش يعني ما يبقاش معروف ايه اللي هيبقى جواها من اكل او اي حاجة. واللزق اللي انا هستخدمه هو ده. اللزق ده ممتاز جدا جدا في لزق الحاجات اللي انا هستخدمها، بحيث ان اللزق دوت الانبوبتين دول بيتخلطوا مع بعض. ابتدي بقى ان انا افتحه كده عشان هبتدي اشتغل بيه. انا شارياه ب25 جنيه اهو، سعره اهو ب25. تمام. في اماكن تانية ارخص واقل. انا كنت بشتريه ارخص من كده، وفي يعني كل واحد بقى على حسب ما بيبيع. تمام كده اهو، اديني كده فتحته. بيجي كده متبرشم، بنشيل من عليه خالص البرشمه دي كده، بنكسرها وبنبتدي ناخد الكفر اللي في النص ده اهو. بسم الله. اهو اهو كده. بعد ما بنشيل الكفر ده اهو، بعد ما بنكسره كده بنبتدي نسحب ونغطي تاني بالكفر ده عشان ما يفضلش ينزل سائل بتاعه من غير ما احنا نكون عايزينه، او ينشف وما نعرفش نستخدمه. والمعلقه دي بتاعته علشان خاطر تعرفي تخلطي بيها وتحطي على طول على المكان اللي انت عايزاه. وده بيمسك على طول جدا، يعني الحاجه اللي انت هتستخدميها كده بسرعه 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 عشان تحطي عليها الحاجه خلاص لزق. دلوقتي انا بقى كنت هحط دي للبنات ويبقى شكلها كده. بسم الله. اهو. ويكون شكلها كده، بس انا فضلت ان يبقى القاعده بتاعتها بلاستيك، وده برضو من اختيارهم ان القاعده تبقى، هما كانوا عايزينها بينك عشان ده لون بينك، لكن انا كنت بدور على الافضل ليهم هيكون ايه. فانا شفت ان الافضل لما يجوا مثلا يحطوا كده هتبقى ازاز، فممكن تتكسر في ايديهم في اي لحظه، لكن لما يجوا كده هي بلاستيك. فالبلاستيك انا اعتقد افضل ليهم طبعا كتير، مليون مليون مرة من الازاز. الازاز ده نخليه يعني لحد كبير شوية. تمام. فدلوقتي هبتدي ان انا هلزق الطبق ده في البرطمان، وهلزق الاسد في الغطا، قصدي النمر في الغطا، وبس كده. وانا دهنته من بدري علشان خاطر يلحق ينشف، على علم ان هو برضو لسه طري كده، في اماكن لسه فيه طريه، بس هو هتشوفوا في الفيديو ان هو كان شكله اورنج خالص وانا خليته شكله ذهبي كده. هو بصراحة عجبني جدا. يلا بقى نبتدي ان احنا نشتغل. بسم الله. اهو دلوقتي فتحت الانبوبة، كسرت الحتة بتاعتها اهي اللي هي دي اهي، ومجهزة القطعة التانية بتاعتها علشان خاطر اغطي بعد الاستخدام، عشان ده
بينشف ورخم جدا. وانا هستخدم ظهر الورقه بتاعته لان هو لما بيلزق في الطباق بيلزق وما بيطلعش، فبضطر ارمي الطبق لانه بيكلكع برضو، فمش هينفع ان انت تشتغلي بيه. فالورقه انت هتاخديها وترميها على طول. هبتدي كده اهو اقلب الانبوبتين كده، وابتدي ان انا انزل شويه من دي وشويه من دي كده اهو بالضغط اهو كده. ابتدي بقى ان انا امسك الكفر بتاعه اهو كده، هو ليه مكان اهو. بسم الله. طيب انا هسيبه كده دلوقتي، اجيب بس كده احطها عليه باقي الورقه اهي. تمام. هبتدي ان انا امسك المعلقه بتاعته اهو، وابتدي ان انا اخلطهم كده كويس جدا اهو. وابتدي امسك هبتدي ان انا امسك الطبق اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي ان انا اشيل واحط على الاطراف بتاعه الطبق اللي هو ايه عايز البرطمان هيلزق عليه اهو كده. طبعا انا ايدي متبهدله بقى مطرح دهان ال النمر اهو كده اهو. لزقت عليه اهو، لزقت على الاطراف بس في النص لا. اهي انا استخدمت القطعه اللي انا حطيتها اهو، استخدمتها. هو فعلا يعني حتى ريحته جبارة لانه بيلزق جامد جدا في الحاجة اهو كده. نظبط البرطمان اهو بسم الله اهو، نسيبه ينشف بس شوية. تمام كده. هبتدي بقى انا كده قصيت حتة من الشريط اللي انا عايزاها على قد الغطا، لان انا هحط الشريط ده كده على قد الغطا هنا كده اهو. الشريط هيبقى كده تمام، هيبقى شكله حلو جدا. مش عايزه احط اي حاجه على البرطمان اهو اهو، يبقى ده شكله. هبتدي بقى ان انا الزقه معاكم اهو كده. وانا دلوقتي جبت مسدس الشمع عشان هلزق ده بالشمع، مش حابه ان هو يتلزق باللزق التاني. اللزق التاني هيبقى صعب لو حبيت ان انا اغيره او اشيله، هنبقى بنحارب يعني. فالشمع في الحاجات دي احسن كتير اهو كده. احط الشمع كده داير ما يدور اهو اهو. انا مش هحتاج مسدس الشمع غير في الحتة دي بس اهو. تمام كده اهو. هبتدي ان انا ايه هلزقها، هبتدي ان انا هلزقها كده من ورا اهو. وابتدي ان انا اخلي الشمع ما يجيش كده عليها كده اهو. حسيت ان انا بلزق مع نفسي اهو كده اهو. واضغط اضغط على الشمع عشان يلزق فيه الشريط كده كويس اهو كده اهو. ده كاندي جار للاطفال اهو. بصوا منظر الورد، كل واحدة لون، ده مديها منظر حلو جدا اهو. خليت ان اطرافه هي اللي تبقى عالية من فوق علشان من تحت ما يضايقهمش في القفل والفتح.
طبعا انا ما كانش عندي بصراحة اي برطمانات بلاستيك، لان انا ما بستخدمهاش خالص البرطمانات البلاستيك دي خالص. فعشان لو حد حابب او عايز او عنده ان هو يقدر يعملها لهم في برطمانات بلاستيك، ده حاجة ترجع لكم طبعا. بصوا شايفين البتاع الطبق لزق في البرطمان اهو، ولسه طبعا كل ما ياخد وقته في اللزق هيمسك فيه جامد اهو. ده كده هيبقى شكل الغطا اهو. ده كاندي جار للاطفال، هيبقى حلو جدا ليهم وهيفرحوا بيه جدا، وهيبقى عملي كمان بالنسبه لهم. وهم كده لما يجوا يحطوا ال دي كده بلاستيك هتبقى حلوة جدا بصراحة. انا شايفاها ان هي حاجة لذيذة ليهم وفيها الوان، الوان حلوة. نبتدي بس نقص الفتل اللي طالعة. طبعا انا ايدي متبهدلة من من الدهان. تمام، هبتدي بقى دلوقتي ان انا خلاص هشيل مسدس الشمع كده، خلاص مش عايزاه. هبتدي ان انا احط تاني من الصمغ علشان خاطر الزق رجول النمر. بسم الله. هو يا دوبك يعني هو رجوله جاية على قد الغطا بالظبط، بس هو عنده رجل اصلا مش طايلة اهو. هو عنده رجل اصلا مش طايله البرطمان، هو كان رافعها يعني. هي دي بتيجي في كيسة الحيوانات بتاعت الاطفال. دلوقتي هبتدي بقى انا كده معاكم ان انا احط بسم الله، ان انا احط كمان قطع، يعني احط كمان قطعة من السائل ده علشان ابتدي الزق بالنمر ده. بصراحة هو شكله عاجبني جدا خالص النمر ده، شايفاه ان هو حلو وعملي وبلاستيك، وهيقدروا ان هم يفتحوا منه ويقفلوا. هيبقى شكله جميل ان شاء الله باذن الله اهو. بصوا شكله جميل قوي، بصوا شايفينه شكله حلو. هبتدي بقى ان انا ايه، انا بحب اسيب السائل ينزل في السرنجة على الاخر علشان الاتنين ينزلوا متساويين اهو. بس هو دايما في واحدة اتقل من واحدة، في واحدة دايما بتنزل اسرع، واحدة بتنزل اقل عشان تعمل معادلة في اللزق. هو ده مش بيكون عيب ولا اي حاجة، هو ده بس علشان خاطر في واحدة بتلزق اكتر من التانية، فعشان خاطر يبقوا في معادلة بينهم، دي بتنزل وبعدين التانية بتنزل وراها على طول. هبتدي برضو ان انا اخلط الاتنين كده، ادمجهم مع بعض. تمام اهو. معلش بقى احنا اسفين على البهدله دي، بس هو ايدي متبهدله لاني كل ما المسه اهو. انا هبتدي الزق الرجول بس اهي، اهي كده واضحه اهي. هبتدي الزق الرجول كده واحط عليهم حبه حلوين علشان خاطر تثبت فيه، عشان لما يجوا يحركوها ما تطلعش اهي. وابتدي الزق الرجل التانية احط عليها شويه حلوين كده، ومن هنا برضو اهو كده، واشيل اللي نازل ده واحط هنا كمان اهو. هو ما فيش، انا قلت ما فيش غير التلاتة اللي هيلزقوا، برضو حطيت على الرابعة وهي ما بتلزقش، مش مشكلة. طبعا كده هنا في شوية زيادة بس مش عارفة احطهم دلوقتي على ايه بصراحة اهو. هو بصوا يعني اللزق هيوصل له رجله بالبرطمان، يعني هو برضو جه حلو جدا اهو. اللزق هيوصل له الرجل بالبرطمان، يبقى كأنه ليه قاعدة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده خلص الكاندي جار بتاع البنات خلاص كده. حلو وجميل وعجبني جدا، وقد ايه هو بسيط، بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجة خالص. حلو ان احنا بقى نبتدي نحط فيه البونبوني، نحط فيه الشوكولاتة، نحط فيه الكوكيز، نحط فيه اي حاجة.
هو شكله حلو جميل جدا، وشكل النمر قد ايه عاجبني اهو. اهو ده كده شكل النمر اهو. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. وهصوره لكم تاني، هصوره لكم من قريب علشان خاطر شكله يكون واضح. هنا طلعت فوق السطح علشان خاطر ارشه. او كده هنرج الرش. ده الرش اللي انا هستخدمه اهو. تمام. اهو كده. اهو كده انا رشيته كده كويس جدا اهو.